السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا قناة صوت بيقرأ في موجز أخبار الأنشطة بمناسبة عيد العشر المجيد. البداية بالعناوين. جلالة الملك محمد السادس ناصر الأولى يوجه مساء يوم الأربعاء 29 يوليو خطابا ساميا إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 27 لتربعه على أسلافه الميامين. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة بإقليم جوكا حيثها تشمل النقل الاجتماعي والبنايات الترقية والتكوين المهني وتزويد المنطقة الجبلية بالماء للشرب. التفاصيل. أعلنت وزارة القدس الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب جلالة الملك محمد السادس ناصر الأولى وأيدها سيوجه مساء يوم الأربعاء 29 يوليو 26 2000 على الساعة 9 ليلا خطابا ساميا إلى الشعب المغربي الوفي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العشر المجيد. وسيبث الخطاب الملكي السامي عبر أمواج الإذاعة والشاشة التلفزة. وفي إقليم جوكا حيثها وفي إطار الاحتفالات الشعب المغربي بالذكرى 27 لعيد العشر المجيد، أشرف السيد عميد إقليم جوكا حيثها والوفد المرافق له على إعطاء انطلاقة وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز البنايات التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية. وشملت هذه المشاريع تسليم حافلة للنقل الاجتماعي للفائدة الأشخاص في وضعها على الشاشة بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إطلاق أشغال تقوية الطرق الوطنية رقم 1 بين تينا منصورة وبالفعل، وتأهيلات مزارات الطرقية بجماعة سيدي بيبي، وإنجاز منشآت فنية والطرق جديدة بعدد من الجماعات على الصعيد الإقليمي. كما تم بجماعة إجبها إعطاء انطلاق شغل تربط الطريق الجوي 105 بالمنتزه السياحي الغابوي، إلى جانب تدشين مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية الذي يهدف إلى تكوين الشباب والحرفيين وتشجيع الابتكار والمحافظة على الحرف التقليدية. وفي جماعة تمثال أعطيت رقم مشروع مهيكل لتزويد جماعات المنطقة الجبلية بالماء الشرب، انطلاقا من معدن تحلية مياه البحر بالدويرة باستثمار يبلغ 140 مليون درهم
كما تم تقديم مشروع محطة متنقلة لتصفية المياه الأجارة بجماعة تلك تشكى بهدف تزيد التزويد من ماء لصالح الشرب وتحسين الظروف عيشة سكينة بالمناطق. وبذلك تتوسل بكلمة الشكر إتباع دينامية إنجاز المشاريع التنموية تسجيلا للعنايات المتواصلة من تنمية المجلات التربية وتحسين جودة الخدمات والمقدمة للمواطن تزامنا مع الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. كان هذا أخ مجز أخبار من قناة صوت بيقولة TV بمناسبة عيد العرش المجيد. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعين ومشاهدين قناة صوت بيقولة TV، وإلى اللقاء.